الفول والطعمية الفطار المصري اللي كلنا بنستغناش عنه. لكن سألت نفسك قبل كده ممكن يكون بيحصل ايه لجسمك لما تفطر الفول والطعمية يوميا؟ استهلاك الطعمية والفول يوميا وبكميات كبيرة بيمنعك من تنوع المصادر الغذائية اللي محتاجها جسمك والمعادن الموجودة في باقي الأطعمة زي الجبنة والبيض. ده وكمان ممكن تواجه الإصابة بالمشكلات الصحية كالنقرس لاحتواء الفول والطعمية على مستويات عالية من مركب البروتين، وبالتالي الاعتماد عليها بشكل يومي بيؤدي لارتفاع حمض اليوريك في الدم واحتمالية الإصابة بحصوات الكلى وخاصة حصوات حمض اليوريك أسيد. مش بس كده، ده كمان بيأثر على القولون وبيسبب الاضطرابات والانتفاخ. كمان الاعتماد على الطعمية بكميات كبيرة وبشكل يومي بيسبب زيادة في الوزن، وده بسبب تشبعها بالزيوت أثناء القلي. تعرض الطعمية لزيت القلي المستمر مع درجات الحرارة العالية بيؤدي لتكون الدهون المتحولة بنسبة كبيرة، وتعتبر من ضمن الدهون الضارة اللي بتسبب نقص المناعة والتعرض للإصابة بالأمراض السرطانية. وعشان كده معظم أطباء التغذية بينصحوا بتناول الفول والطعمية مرة أو 2 بس في الأسبوع عشان تحافظ على صحتك.